لو سألت جوارديولا هيقول لك هو احسن مدرب في العالم. the best coach in the world. ولو سألت موريسيو بوتشيتينو هيقول لك برضه نفس الكلام، هيقول لك هو ابويا وهو احسن مدرب في العالم. He's one of the best manager in the world and he's like my father. وغالبا هي دي الحاجه الوحيده اللي الاثنين مدربين دول ممكن يتفقوا عليها، هو كلامهم عن الراجل ده. فالراجل ده هو مارسيلو بيلسا او اللوكو زي ما بيتقال عليه. مارسيلو بيلسا هو اكتر مدرب موجود حاليا ليه تاثير على مدربين اساميهم كبيره قوي دلوقتي. فتعالى في الحلقه دي نتكلم عن مشوار مارسيلو بيلسا، الراجل العبقري الذي لا يعرف طريق الفوز. ولو الحلقه طلعت حلوه وعجبتك ممكن نكملها ونمسك مدربين تانيين نتكلم عنهم. فعشان اعرف اذا كان عجبتك ولا لا انزل اعمل لايك واعمل شير عشان تساعد الناس اكتر تشوفها، واعمل سبسكرايب بقى بالمره، ما جاتش على دي يعني. وبس، اهلا بيك في كروس اوفر، انا عمرو زكي ويلا بينا. في مدينه في الارجنتين اسمها روزاريو، وروزاريو دي اتولد فيها ميسي ودي ماريا ولاعيبه ثانيه كتير قوي اساميهم كبيره قوي. ومن الاسامي برده المهمه اللي اتولدت في المدينه دي هو مارسيلو بيلسا. مارسيلو بيلسا مواليد 1955. انجازات بيلسا في حياته التدريبيه قليله شويه، يعني ممكن نتكلم عن الميداليه الذهبيه اللي خدها مع الارجنتين في اولمبياد 2004، ممكن نتكلم عن شويه بطولات خدها في الارجنتين وبس كده، ده اللي ممكن اقوله عن بطولاته. لكن الحاجات اللي هحكيها لك دلوقتي هتاكد لك ان فعلا مسيره الراجل ده اكبر بكتير من كده، لان الراجل ده بيعتبر عبقري تاكتكس. الراجل ده دماغه متكلفه كوره قوي، وزي ما قلت لك في مدربين كتير قوي فعلا مهمين دلوقتي هو اللي مقصر فيهم وبيروح ياخدوا عنده محاضرات. الكلام مثلا على جوارديولا، على بوتشيتينو، على ديجو سيميوني، على تاتا مارتينو، على ناس كتيره قوي من الموجودين دلوقتي. بدايه بيلسا كانت كلاعب كوره، لكن كاريره كلاعب كوره كان صغير قوي، ما فيهوش اي حاجه مؤثره. بدايته كانت في فريق نيو ويلز اولد بويز، لكن زي ما بقول لك مسيره صغيره استمرت 5 سنين بس، وقال لك كفايه كده انا راح اجري واشغل التدريب. ومن وهو عنده 25 سنه وقرر ان هو يبدا تدريبه، وكان بيدرب فريق في جامعه في الارجنتين، وبيتقال ساعتها ان هو اتفرج على 3000 طالب عشان يختار 20 لعيب بس، وكان بيعاملهم معامله اللعيبه البروفيشنال. الراجل كان عايش الدور قوي ومقتنع ان ده فريق محترفين. وحته الاختبارات دي خلته يكتشف في نفسه حاجه مهمه جدا، وهو حبه للسكاوتنج او ان هو يبقى من فريق الكشافه. السكاوتنج او الكشافه دول بيبقى كل وظيفتهم ان هم يروحوا مكان معين يبقى ليهم عدد كبير قوي من اللعيبه يقعدوا يتفرجوا عليه ويختاروا بقى اللعيبه المناسبه للنادي بتاعه. وده اللي عمله فعلا بيلسا. راح على فريق نيو ويلز اولد بويز اللي هو كان بيلعب فيه وهو صغير، وقرر ان هو يشتغل معاهم كسكاوت او ككشاف. وساعتها قسم الارجنتين كلها لمناطق صغيره، وبدا ان هو يلف عليهم بنفسه ويتفرج على عدد كبير قوي من اللعيبه. وبالمناسبه كل ده كان بيعمله بعربيته، كان بيتقال عن بيلسا ان هو ما بيحبش السفر بالطياره خالص. وفضل مع الفريق ده كسكاوت لحد في 1999 بقى هو المدير الفني الاول للفريق، وعمل معاهم فتره كويسه جدا وقدر يوصل لنهائي الكوبا ليبرتادوريس اللي هو دوري ابطال امريكا الجنوبيه. الكلام ده كان في 1992 لكن خسر النهائي، وساعتها قرر ان هو يستقيل. وبالمناسبه عشان بس هنمشي بقى خلاص من نيو ويلز اولد بويز، فالاستاد بتاع الفريق ده لحد دلوقتي هو متسمي باسمه استاد مارسيلو بيلسا. وبما ان احنا مشينا من نيو ويلز اولد بويز فهو مشي من الارجنتين كلها وقرر ان هو يروح على المكسيك. قعد هناك 4 مواسم، ما حققش حاجه كبيره قوي، كان هو بين ناديين، لكن حنينه للوطن رجعه تاني الارجنتين لانه رجع لفريق فيلس سارسفيلد. هو موسم واحد كان كفايه جدا بالنسبه له ان هو ياخد معاهم بطوله، خد معاهم الدوري الارجنتيني، وبعدها قرر يتجه لسكه الاحتراف، طلع على اوروبا، راح على اسبانيا في فريق اسبانيول. وساعتها دي كانت اول مره يقابل ماوريسيو بوتشيتينو لانه كان لعيب ساعتها في الفريق. فعشان كده زي ما انت شفت في الفيديو اللي وريته لك في الاول، بوتشيتينو بيعتبره كأب، هو قابله من زمان قوي، رغم ان الفتره بتاعته في اسبانيول ما كانتش طويله، هو قعد 6 ماتشات بس، وبعدها جاله الحلم اللي بيحلم بيه اي مدرب ان هو يدرب فريق بلده، فراح على منتخب الارجنتين. اشتغل مع منتخب الارجنتين 40 ماتش في 7 سنين. حظه كان سيء جدا في كاس عالم 2002 لانه كان داخل بفرقه تقيله قوي، فرقه كان فيها باتيستوتا، هيرنان كريسبو، فيرون، سيميوني، خافير زانيتي واورتيجا وغيرهم تاني كتير. وساعتها كانت التشكيله المفضله بتاعته 3-4-3 عشان يقدر يستوعب كم المواهب ده. وفي تصفيات كاس العالم ده كانوا فعلا فريق مرعب، وكان متصدر مجموعته وكله كان قلقان منه قوي. لكن لما دخل كاس العالم بخساره قدام انجلترا وبعدين تعادل مع السويد، لقوا ان الارجنتين بتخرج من دور المجموعات. ساعتها كان فيه هجوم على بيلسا في حاجتين تحديدا. الحاجه الاولى ان هو طريقه تدريبه بترهق اللعيبه جدا، الناس كانت بتحس ان اللعيبه نازله تعبانه اصلا. والحاجه الثانيه تكتيكيه، وهو محدش كان فاهم هو ليه ما بيلعبش بباتيستوتا وكريسبو جنب بعض، وده كان مضايق الجماهير زي ما كان مضايق الاثنين لعيبه بالظبط. لان باتيستوتا في 2017 طلع واتكلم عن الحوار ده وقال انا اتكلمت مع بيلسا وقلت له ان احنا الاثنين بنعرف نلعب جنب بعض، وهو الوحيد اللي كان مقتنع ان احنا لا. باتيستوتا بيقول ان انا كنت شايف ان دي غلطه، لكن هو تمسك بقراره ودينا خسرنا. بعدها في 2004 مع الارجنتين راح الاولمبيات وقدر ان هو يكسب الميداليه الذهبيه بفريق كان فيه بقى لعيبه زي ماسكيرانو وكارلوس تيفيز وايالا وغيرهم. وبرده في 2004 قدر ان هو يوصل لنهائي الكوبا امريكا لكن ما قدرش ان هو يكسبه. بعدها قرر ان هو ياخد فتره راحه بتاع 2 سنين كده، وقرر ان هو يروح على تشيلي، كان ساعتها المنتخب. والمنتخب بتاع تشيلي ساعتها كان فيه اسامي زي ارتورو فيدال، زي جاري ميدل، زي اليكسيس سانشيز، واللعيبه دي كان ساعتها لعيبه صغيره وواعده جدا. وبالمناسبه بيلسا في تشيلي هو كان بيعتبر بطل قومي في الوقت ده، لان المنتخب كان بقاله 10 سنين ما بيوصلش كاس عالم. قدر ان هو يصعد بيهم كاس عالم 2010 وقدر كمان يعدي دور المجموعات ويخرج في دور ال 16 قدام البرازيل بنتيجه 3-0. وساعتها بيلسا كان عامل منتخب هجومي وفي تاكتكس
كبيره جدا ومعقده وفريق ممتع جدا للفرجه عليه، وساعتها كان نجم الفريق معاه اليكسيس سانشيز، ده كان بيعتمد عليه جدا. بعدها بيلسا اكتفى من حياه المنتخبات وقرر يرجع تاني على انديه، وراح على اسبانيا فريق اتلتيكو بلباو. كان عاجبه جدا القصه بتاعتهم بتاع ان ما ينفعش لعيبه مش من اقليم الباسكت تلعب في النادي ده، كان كل الناس بتشوف ده تحدي، لكن بيلسا كان شايفه شيء جميل. وهو عموما بيلسا بيحب القصص دي في الكوره قوي. في موسم 2011 2012 الفريق كان قوي جدا مع بيلسا، قدر انه يوصل نهائي اليوروبا ليج وخرج مانشستر يونايتد في طريقه، وساعتها السير اليكس فيرجسون طلع واتكلم عن الفريق وشكر جدا في بيلسا وفي الفريق عموما. وفي نفس الموسم برده وصل لنهائي الكوبا ديل ري كاس اسبانيا، لكن لان انا قلت لك في الاول ده العبقري اللي ما بيعرفش ازاي يكسب، فهو خسر البطولتين. خسر نهائي اليوروبا ليج قدام اتلتيكو مدريد 3-0، وخسر نهائي الكوبا ديل ري قدام برشلونه برده 3-0. جه الموسم اللي بعده مع اتلتيك بلباو والدنيا باظت منه خالص، باع خافي مارتينيز في الاول للبايرن بمبلغ كبير قوي، وتحس ان من بعده اداء الفريق بدا يبقى في النازل، خلص في مركز ال 12 فقرر ان هو يمشي وعقده ما اتجددش. وفي 2014 راح على فرنسا كمكان جديد وتجربه جديده لفريق اولمبيك مارسيل. في نص الموسم الاول من 14 15 خلص وهو متصدر الدوري، وكان عامل فريق بكنه هجوميه مرعبه، لكن على ما خلص الموسم كان مخلص المركز الرابع. ما بقول لك عبقري ما بيعرفش يكسب. جه الموسم اللي بعده درب ماتش واحد بس خسره، راح مستقيل، قال لك سلام عليكم. راجل غير متوقع في اي حاجه، ولا التكتيكس بتاعته ولا قراراته، ولا تفهم الراجل ده دماغه جواها ايه. لانه بعدها راح على ايطاليا فريق لاتسيو، قعد معاهم يومين بالظبط وقرر ان هو يمشي، فراح بعدها على ليل مدرب معاهم 13 ماتش بس، وقرر ان هو يمشي برده من غير ما يقدم اي حاجه للفريقين. واخر محطه تدريبيه ليه كانت في ليدز يونايتد، وده بقى كان جاي هو ده المدرب اللي هيرجعنا تاني للبريمير ليج، لان ليدز يونايتد فريق ليه تاريخ كبير قوي، وفترته مع ليدز فعلا مليانه قصص روشه قوي. في اول موسم ليه الفريق كان هجومي جدا وضغط عالي وجيجن بريس وحاجه يعني قمه في الرعب للفرق بتاعه الشامبيونشيب. الناس ساعتها كانت حاسه ان الشامبيونشيب مش مستعد اللي انت بتعمله ده بيلسا، وكان بيدوس على اللعيبه جدا وبيضغط عليهم جدا في التدريبات. ومثلا من الحاجات اللي بتتقال ان هو كان بيخليهم بعد كل ماتش يلموا الزباله اللي في الملعب. هو ما كانش الهدف ان هو يعذبهم بس، هو كان الهدف ان هو يخليهم يحسوا بالجماهير دي بتتعب قد ايه عشان تيجي تتفرج عليهم. وفي مره مثلا اتقفش واحد من الاستاف بتاعه بيتجسس على فريق ديربي كاونتي اللي هو كان ساعتها عندهم ماتش معاه، عشان يعرف التاكتكس بتاعتهم بيلعبوا ازاي، اللعيبه المهمه، يعرف كل التفاصيل بتاعتهم. ساعتها بيلسا ما انكرش الكلام ده واعترف وقال ان ده طبيعي بالنسبه لي، ده من طرق ان انا ادرس الخصم. وقرر ساعتها انه يعمل مؤتمر صحفي عرض فيه كل حاجه جمعها عن فريق ديربي كاونتي، وكمان عرض السكاوتنج ريبورتس وكل حاجه شافها في الفريق ده. الراجل دماغه غريبه، وفي الموسم الاول ليه ده كمان ساعتها كان وصل ان هو بيلعب بلاي اوفس، اللي هو خلاص انت قدام ماتش واحد وتصعد، وفريقه فعلا كان مسجل جون وخلاص هو كسبان، وفريقه قدر ان هو يوصل وسجل جون. لكن ساعتها كان في لاعب من فريق استون فيلا واقع على الارض، فبيلسا قرر ان هو لا، الروح الرياضيه اهم، وساب فريق استون فيلا يحط فيه جون، وقف لعيبته، وقف يا ابني لعب، ساب استون فيلا يحط جون، وساعتها خسر التاهل. الراجل اختار ان هو يعمل الحاجه الصح على ان هو يكسب. طبعا اتجددت الثقه فيه وكمل الموسم اللي بعده وصعد للبريمير ليج، وكلنا اتفرجنا على اللي هو كان بيعمله قدام الفرق الكبيره، والحاله اللي هو كان عاملها ان هو بينزل قدام ليفربول بيهاجم وبيضغط من قدام. كان ممكن يخسر في الاخر عادي خالص، بس كنا بنشوف ماتشات حلوه. والراجل فضل متمسك جدا بمدرسته وباسلوبه وبفكره وبكل حاجه، هو ده طريقه لعبي، هلعبها مع الكبير وهلعبها مع الصغير، لحد ما الدنيا اتحفظت وكله خلاص بقى قادر ان هو يتعامل مع طريقته، فبدا ان هو يخيش في النتائج، فقرر ان هو يمشي في الاخر. بيلسا راجل فعلا يعتبر مجنون كوره، وبيعشق التاكتكس وبيعشق التفاصيل، راجل بيخش في حاجات محدش فينا يمكن يفكر فيها، لان الراجل ده فعلا عملي جدا. لان مثلا في سنه 1997 احنا بنتكلم في زمان، فريق فيل ستارسفيلد طلب منهم ان هم يجيبوا له كمبيوتر عشان يقدر ياخد منه لقطات وسكرين شوتس الحاجات في الماتش، عشان عايز ان هو ياخد اللقطات دي يحللها ويعرضها للاعيبته عشان يبدا يشتغل عليها. انت فاهم الراجل ده بيفكر في حاجات قديمه قوي. فلما اقول لك في 97 وبيطلب كمبيوتر عشان ياخد سكرين شوتس، فده يعني الراجل ده سابق عصره. فالراجل كان دراسه الخصم بالنسبه له مهمه جدا، لان هو بيقول لك انت ما تقدرش تضغط صح غير لما تعرف اللي ضدك عايز يلعب ازاي. بيتقال مثلا ان في الانترفيو اللي راح عملها فريق فيل ستارسفيلد ده كان داخل عليهم ب 51 شريط فيه تحليلات هو عاملها للفريق عشان يفهمهم ان هو عارف كل حاجه عن الفريق وكل المشاكل وكل الحاجات الكويسه وايه اللي هيصلحه وايه اللي هيحسنه وكل حاجه. الراجل كان رايح عامل دراسه كامله. نفس الكلام برده لما كان رايح اتلتيك بلباو، كان رايح معاه كل تحليلات الموسم اللي قبله للفريق، كان مجهز كل حاجه سكاوت كده او ريبورت كامل فيه كل مشاكل الفرقه من الموسم اللي قبله. ولما راح ليدز يونايتد دخل عليهم في الانترفيو مع الاداره ووراهم تحليل لكل فرق الشامبيونشيب في الموسم اللي قبله، وراه ريبورت طويل جدا في كل التشكيلات اللي كل الفرق لعبت بيها، نقط قوه كل فريق، نقاط ضعف كل فريق. الراجل كان رايح عامل دراسه كامله. بيلسا فعلا مش بيعمل حاجه في حياته غير الكوره، وده من زمان قوي. في مثلا لعيب من اللي كانوا معاه في نيو ويلز اولد بويز لما كان تطلع يحكي عنه، كان بيقول مشكله بيلسا معانا ان هو كان عايش كوره، لكن احنا كان عندنا حياه تانية عايزين نعملها. فالراجل ده عايش كوره، يعني بيقعد يتفرج على الاف الماتشات. فهو الراجل ده متطلب جدا وعنده حاجات كتيره جدا في دماغه عايز يطبقها. فالراجل ده فعلا صعب، واي فرقه بتجيبه بتبقى عارفه ان هو بيلسا هيبقى هو المتحكم الاول في الفريق كله. لان بيتقال مثلا ان في التدريبات اخر يومين قبل الماتش بيبقوا حاجه يعني عذاب. بيتقال ان التدريب بيبقى بقوه الماتش، ويبدا ان هو يشتغل على سيناريوهات ممكن فريق الخصم يطبقها بحيث لعيبته
بتبقى حافظاها لما يتحط جواها الماتش يبقى عارف يتعامل معاها ازاي. وده اللي بيخلي بيلسا مصنف المدربين الصعبين جدا في التعامل سواء مع الاداره او حتى مع لعيبته نفسهم. وبس كده، هو ده العبقري مارسيلو بيلسا الذي لا يعرف طريق الفوز. انا بصراحه كنت مبسوط جدا وانا بحضر بالحلقه دي، واتمنى ان انت كمان كنت مبسوط بيها وانت بتتفرج. فبس زي ما قلت لك، اعمل لايك وشير عشان تساعد الحلقه دي توصل ناس اكتر، وما تنساش تعمل سبسكرايب. وبس كده، سلام.